حجر أصابه على مستوى الرأس عندما كان يهم بمعية وفد قيادي من قيادة الحزب لولوج قاعة دار الشباب بآسا التي احتضنت التجمع السياسي والحزبي المقام ضمن جولة حزبية لبعض الأقاليم الجنوبية. بلاغ للإدارة الوطنية للحزب أدان بقوة هذا الفعل الإجرامي الهمجي الذي يبدو يضيف البلاغ أن عناصر طائشة كانت خلفه. استمعنا إلى بعض تدخلات الساكنة سواء المجتمع المدني أو النساء والقدماء يعني شيوخ هذه المدينة، وفي كل ذلك هناك مطالب، هناك تعبير عن قلق. نعتبر أنه من الضروري أن يتم التعامل معه بنظرة مغايرة، وسنعمل على رفع هذه الملفات. نبغى بآسا، حيث أفاد بلاغ للإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية بأن الأمين العام لحزب السيد محمد نبيل بن عبد الله تعرض صباح اليوم الأحد لاعتداء بواسطة الرشق بحجر أصابه على مستوى الرأس. وأوضح البلاغ أن السيد بن عبد الله عندما كان يهم بمعية وفد قيادة الحزب لولوج قاعة دار الشباب بآسا التي احتضنت التجمع السياسي والحزبي المقام ضمن جولة حزبية لبعض الأقاليم الجنوبية لاعتداء بواسطة رميه بحجر أصابه على مستوى الرأس، غير أن التدخلات الطبية المحلية حالت دون أي مضاعفات. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمين العام للحزب يتمتع حاليا بكامل صحته، وعاد إلى القاعة وترأس التجمع الذي عرف نجاحا سياسيا وتنظيميا جماهيريا كبيرا. وأدانت الإدارة الوطنية للحزب بقوة هذا الفعل الإجرامي الهمجي الذي يبدو أن عناصر طائشة كانت خلفه، والذي استهدف زعيم الحزب والشخصية السياسية المعروفة بمواقفها الوطنية الملتزمة، مؤكدة أن مثل هذه الأساليب المعتوهة لن تثني الحزب عن مواصلة حضوره في مختلف جهات ومناطق البلاد بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.